الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو. أقسم 3 مرات إن ربنا سبحانه وتعالى بيقصد بلهو الحديث هنا الغناء. والله سبحانه وتعالى لما قال للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، هنا العلماء فسروا أيضا واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا صوت الشيطان هو الغناء والمزامير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن قوم إلى جنب علم فيروح عليهم بسارحة يأتيهم الفقير فيقول: ائتنا غدا فيبيتنهم الله ويمسخ آخرين قردة وخنازير. هنا بقى الاستحلال معناه ان حاجه حرام مستحلها، وده دليل ان حرمتها ان هي جايه مع الحرى اللي هو الزنا، والحرير اللي هو حرام على الرجال من هذه الامه، والخمر اللي هو من الكبائر، وجي معاها المعازف. بعض الناس يقول لك هذا الحديث في البخاري تمام، لكنه منقطع، يعني السند بتاعه معلق، ففي سقط في الاسناد، يعني البخاري رواه عن واحد هو ما شافوش. لما تفتح بقى كتاب تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه او رحمه الله، تفتحه وتشوف لما هو وصل الحديث ده وعرفت ان هو البخاري لا ما قالهوش عن واحد وما شافوش، لا هو شاف الراجل ده ووصله بواحد تاني. وكذلك وصل هذا الحديث الامام البيهقي، فلا شك في اسناد هذا الحديث انه صحيح. وايضا ان الغناء بيجي بقى في حته بقى الافراح بقى والزواج وكده. الزواج ده المشكله ان الانسان بعد ان اكرمه الله برزق الزواج والزوجه ربنا اكرمها ان هي جهزت الشقه والكلام ده، كل الارزاق دي، فيعني بنقول لهم: أبعد كل هذه الأرزاق تعصي الخلاق وتضرب بالمعازف التي تنبت في القلب النفاق. فنوصيهم ونوصي كل من سيهم بهذه المعصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، لأن هذا الغناء صنفه ابن حجر الهيثمي في الزواج عن اقتراف الكبائر أنها ضرب المعازف من الكبائر واستماعها من الكبائر. فيعني إذا كان الإنسان بيقول لا ده أنا مذهبي الشافعي والشافعي قال ومش عارف، طب مثلا ابن حجر الهيثمي ده شافعي وبيعد هذا الأمر من الكبائر، فازاي انسان داخل على نعمه من نعم ربنا ويجيب الكبائر دي في المكان اللي هو يعني المفروض بيشهر فيه عقد النكاح كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي امر بالدف فقط، وهو للنساء. اما ان يزداد الامر عن ذلك ويعني الدف حتى ولو النبي صلى الله عليه وسلم اجازه، لكنه لم ينكر على ابي بكر رضي الله عنه لما قال ان هذا مزمور الشيطان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذه الفتن التي تستجلب غضبه سبحانه وتعالى علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من هذه الفتن وهذه الشرور وهذه المعاصي. وأقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.